فيش شك يا كابتن محمد، السن الصغير ده احنا ما والله انا عن نفسي ما بيهمنيش النتيجه قد ما بيهمني اللي انا بعمل لعيب يلعب للنادي الاهلي. لو بصينا على النتيجه احنا عندنا زي ما بقول الدور الكؤوس كتير والبطولات كتير بفضل الله يعني. بس احنا فعلا لازم بنحاول نصنع لعيب. لو انا اتنرفزت على الولد اللي هو اتعادل النهارده ما انا كده خسرته، وممكن يبقى لعيب كوره كويس في المستقبل وضيعت النادي كله. انا يهمني في الاول وفي الاخر اللي احنا بنطلع لعيب النادي الاهلي، والحمد لله خامات اللعيبه اللي عندنا تلعب وهتلعب ان شاء الله موجوده، تبقى موجوده في النادي الاهلي. كل الامور دي احنا بنحاول بخبرات انا كولي امر قبل ما اكون انا مدرب اللي انا بشوفها فيه. الولد السن الصغير ده كل ما هو بيبقى في تجانس مع زميله، ازاي بيعرف روح النادي الاهلي وايه النادي الاهلي القيمه الكبيره ده، احنا بنعوده على كده الروح والاداء، ويبقى والنادي الاهلي ما يخسرش. وهو لو انت بصيت على وجول على النهارده هتلاقيهم بسبب التعادل ده هتلاقيهم زعلانين، وده حاجه كويسه احنا بنغرزها في الولد من صغره. فاحنا ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله اللي كنت قلت قبل كده في قناه الاهلي يا جماعه لو سمحتوا السن ده مش محتاج ضغط عصبي ونفسي. اوروبا كلها بتلعب على المهرجانات الشهريه، كل نادي بياخد 3 4 انديه يلعب معاهم ويبدلوا مع بعض، وكله بياخد ميداليات والدنيا بتمشي، عشان الواد يجي بعد سن المنافسات تلاقي عندك لعيب كوره. وده اللي بيفرق عن اوروبا عننا. يعني اوروبا لو انت جبت اي فرقه من اوروبا احنا بنكسبها في السن الصغير، السن الكبير بيبقى الامور صعبه جدا. النهارده احنا تعادلنا 0-0 بس كان في فرص كتير وكنا هنكسب، بس الحظ يعني خسر، تعادلنا بقى. الماتش كان كويس جدا، بس عدم توفيق من ربنا. بس احنا كنا بنلعب حلو ولا خايفين ولا اي حاجه، مستمتعين. بس كنا في اول ماتش مشدودين عشان احنا لازم نكسب ونجيب جول الاول، بس الحمد لله ده عدم توفيق، بس احنا لعبنا حلو الحمد لله. الماتش كان كويس جدا واحنا كنا كويسين، بس هو توفيق من عند ربنا، بس هو كان توفيق من عند ربنا. المباراة كانت بس حلوه، بس عدم توفيق برضو من عند ربنا، وتعادلنا 0-0 وضاع مننا فرص كتير قوي.